السلام عليكم، كيف الحال؟ المهم اليوم فيديو خفيف ظريف غنشرحكم فيه لي فونكسيون ديال دات ديال الاكسل اللي كاينين. صافي اللي كتحتاجو بزاف. دونك باغ اكزومبل هنا خصنا التاريخ ديال اليوم. دونك كنعملو تساوي، كنعملو هنايا اوجوردي، كنضرب على اوجوردي جوج مرات طق طق، كنعمل اونطري. صافي دونك كيعطيك التاريخ ديال اليوم، ولكن خصو يكون عندك التاريخ ديال البيسي محقق. هنا باغ اكزومبل عندك هنايا واحد التاريخ، وانت خصك تخرج له الجوغ ديالو، يعني شمن نهار كان. صافي دونك شنو كنعمل؟ كنعمل تساوي، كنستعمل هنا جوغ، كنفتح القوس وكنسيليكسيوني لا دات. صافي دونك عطاني بان النهار كان هنا 16. اذا بغينا الشهر نعمل نفس الشيء، تساوي موا، نفتح القوس، غنسيليكسيوني التاريخ، اونطري. اذا بغينا العام نعمل تساوي اني، ها هي تساوي اني، غنكليكي على دو فوا وغنسيليكسيوني لا دات. صافي إذا بغينا نكونوا التاريخ انطلاقًا من هاد العام والشهر والنهار، كنستعملوا واحد الفونكسيون اسمها date تساوي date، كتفتح القوس، كيطلب منك l'année دونك كتسيليكسيوني l'année، نقطة فاصلة كيطلب منك الموا كتسيليكسيوني mois، كيطلب منك الجوغ كتسيليكسيوني jour. صافي ديك الساعة كتسيليكسيوني هادو كاملين وكتجر. وهاد الشي كامل مشروح هنايا بالعربية، ها هي الهدف هو استخلاص اليوم أو الشهر أو السنة من تاريخ معين، وحتى الملخص اللي كيكون عندي هو فيه لي ديتاي، هاهم مشروحين بالتفصيل بكلشي. سي بون؟ نزيدو نكملو. هنا خصك تخرّج الأقدمية. شنو معنى الأقدمية؟ أنا شارحنا بالعربية. الأقدمية هي عدد الأيام أو الشهور أو السنوات التي عمل بها الموظف في الشركة. شنو معنى الأقدمية؟ أنا كنزيد نشرح هنايا، كتسمى لهم الشرح إذا بالعربية باش كيفهموا. هي الفرق بين تاريخ بداية العمل وتاريخ اليوم. دونك شنو فونكسيون كنستعملو؟ date diff، هي مكتوبة هنا كبيرة ماشي تشوفها آخر. غتسمى تساوي date diff، ما كطلعش يعني خصو ياخد يحفظها date diff، كتعني date difference. كتفتح القوس، كنبداو دائما التاريخ القديم هو فوقاش بدا الخدمة. ها هي أنا سيليكسيونيت هادي، نقطة فاصلة، التاريخ ديال اليوم هو هذا d'aujourd'hui. الناس اللي قاريين معايا خصنا نعملو هنايا F4، اللي قاريين معايا الإكسل. علاش غنعملو F4؟ يعني غنفيكسيو هاد الخانة هادي، حيت دايمًا غنبقاو نقصو منها، حيت تحت منا عاود غنعمل الفرق ما بين date d'embauche هذا السطر الثاني مع aujourd'hui. دونك هادي غنعملو لها F4، يعني دايمًا كنقصو منها. نقطة فاصلة هنا باش كنحسبو الفرق. دونك بما أنك كتحسب الفرق هنا بالنهورة، دونك entre guillemets غتسمى D، كتعني day، يعني النهار. صافي اونطري. وانا عامل هنايا عام باش تجيكم سهله، هو بدا الخدمه 16/5/2025 واليوم 16/5/2026. دونك صافي هي جات عام، يعني 365 نهار. صافي ديك الساعه انت كتجر. اذا بغينا نخدموها بالشهر نفس الشيء، تساوي، انا من هنا دات ديف، غنفتح القوس، غنسيليكسيوني التاريخ القديم هو فوقاش بدا الخدمه، نقطه فاصله التاريخ الجديد هو اليوم. اليوم غنفيكسيوه بالضغط على اف 4، نقطه فاصله باش نحسبوا الفرق بالشهوره. دونك اونتر كيومي كنمر ام، صافي اونتر كيومي كنمر ام، درت هادي خطيت نيوز. صافي هاهي يعني مانت. صافي كنجر. صافي دونك دابا باش خصنا بالسنوات أنا من نفس الشيء، أنا تساوي، أنا من هنا date diff، كنبداو دايما بالتاريخ القديم هو فوقاش بدا الخدمة، نقطة فاصلة التاريخ الجديد هو اليوم. بما أن غنبقاو نقصو منه دائما كنكليكيو على F4 باش كنفيكسيوه. دابا أنا غنحسبو الفرق بالسنوات، دونك اونتر كيومي كنمل إيكغيك كتعني year. صافي دونك هنا جات عاد تجي عام. صافي دونك هاهي، دونك هادي كتستعمل بزاف هاد date diff. هنايا كيكون عندك بعض المرات شي تاريخ ياك، وخصك تزيد له مثلًا تزيد عليه 20 يوم، ولا تزيد عليه شي شهورة، ولا تزيد عليه شي سنوات. أنا عامل هنا كتستعمل زائد بالنسبة للنهورة سهلة، غتسمى تساوي، غتسيليكسيوني الدات دومبوش الخانة ديالو، غتسمى زائد 20، يعني خصني نزيد 20 يوم. صافي دابا إذا جريت، ها هي درت نعطيكم شي وحدة ساهلة باش تشوفوها. دونك دابا أنا كتشوفوا بأن هادي كانت 1 في الشهر، أنا هنايا شحال رجعت؟ رجعت 21. إذا بغينا نزيدو شهرين كنستعملو واحد الفونكسيون اسمها موا بوان ديكالي، كتسمى تساوي موا، ها هي موا بوان ديكالي، كتسيليكسيوني التاريخ اللي هو هذا، نقطة فاصلة، شحال خصك للشهورة؟ شحال خصنا الشهورة؟ حنا جوج كنعمل جوج، اونطخي. دونك هنا شنو كتلاحظوا؟ كانت عندي هنا 16/5/2025، رجعت 16/7/2025. صافي كتجر. إذا بغينا نزيدو السنوات كنستعمل موا بوان ديكالي، مكاينش شي اني بوان ديكالي. دونك نفس الشيء، غتسمى موا بوان ديكالي، غتسيليكسيوني التاريخ ها هو، نقطة فاصلة، قلتينا شحال خصك تزيد 3 سنين، كتعمل 3 ضرب 12، لو كانت 5 سنين 5 ضرب 12. صافي ديك الساعة كنعمل اونطخي، كتضرب هنايا وكتجر.
دونك أنا كاتب لكم هنا بالعربية الهدف هو إضافة عدد الأيام أو عدد من الأيام أو عدد من الشهور أو عدد من السنوات على تاريخ معين. نتوما كتشوفوا كانت هنا 2025 جات 2028. ملي كنساليو هادي نمشيو لهنا، أجي نخرجو دابا هذا مثلًا لاج. لاج يعني العمر ياك؟ أنا كاتب هنا الشرح للناس باش يفهموا، قال لك الهدف هو حساب العمر أو السن، لحسابه وجب القيام بحساب الفرق بين تاريخ الازدياد فوقاش خلق آخر والتاريخ د اليوم، وطبعًا بالسنوات، حنا كنحسبوا الفرق بالسنوات، دونك شنو غنستعملوا بحال اللي قرينا دابا هذا، غنمد تساوي، غنمد هنا date diff، كنفتح القوس، كنسيليكسيوني التاريخ القديم هو فوقاش خلق، نقطة فاصلة التاريخ الجديد هو د اليوم، دونك أنا عندي هنايا هو هذا، بما أن نبقاو نقصوا منه دائمًا كنفيكسيوه، شي معنى نبقاو نقصوا منه دائمًا يعني حتى لاج ديال علي العمراني عاود نعمل التاريخ الازدياد ديالو مع اليوم، يعني دايمًا ديك اليوم ملي كيكون خانة كنعملو معاه دائمًا كنفيكسيوها، نقطة فاصلة باش نحسبوا الفرق بالسنوات دونك entre guillemets كنعمل إيكغيك، اش كتعني إيكغيك؟ يعني year صافي دونك هذا عنده 45 سنة، صافي إذا جرينا ها هي. صافي؟ هنا عندك الدات ديبي ديال الفورماسيون، أنا شارحنا بالعربية تاريخ بداية التكوين، دات فان ديال الفورماسيون تاريخ نهاية التكوين، دابا أنت هنا خصك تعمل مدة التكوين بالشهور، خصك تعرف شحال مدة التكوين، شحال قرا هذاك د الشهور، دونك أنا كاتب هنا بالشرح بالعربية، الهدف هو حساب مدة التكوين بالشهور، لحسابه وجب القيام بحساب الفرق بين تاريخ بداية التكوين وتاريخ نهاية التكوين وطبعًا بالشهور، دونك شنو غنستعملو دات ديف، هاهي دات ديف. كتفتح القوس كتسيليكسيوني التاريخ القديم هو فوقاش بدا الخدمة، نقطة فاصلة التاريخ الجديد هو اليوم، نقطة فاصلة باش نحسبوا الفرق بالشهور، هنايا ما غنفيكسيوش، علاش ما غنفيكسيوش؟ حيت لكل واحد تاريخ بداية وتاريخ نهاية، هذا عنده التاريخ ديالو البداية وهذا عنده النهاية، هذا عنده التاريخ البداية وهذا عنده التاريخ النهاية، ما كنفيكسيوش هنا، ما كنعملش F4 صافي اونطخي وكنجر. أنا عندي هذا مبروغرام يعني إذا كان خضر يعني صحيح، إذا كان حمر يعني خطأ، صافي هذا قرا معنا 9 شهور، هذا قرا معنا 5 شهور، صافي، باش نزيدو نفهمو نعدلو هادي، دابا هذا الدواير كيكون عندهم تاريخ انتهاء الصلاحية، ياك فوقاش الدوا كيتقاضى، دابا هذا مثلًا غيتقاضى في 16/5/2071، دابا أنت خصك تعرف مدة انتهاء صلاحية الدواء بالشهور، شحال باقي له الشهور باش يتقاضى، أنا كاتب لنا الشرح بالعربية، الهدف هو حساب المدة المتبقية لانتهاء صلاحية الدواء، لحسابها وجب القيام بحساب الفرق بين تاريخ اليوم وتاريخ نهاية صلاحية الدواء، يعني تم الفرق ما بين اليوم وفوقاش تقاضى الدوا، شكون هو اللي قديم هنايا؟ هو اليوم، يعني خصنا نبداو باليوم، على ما دات ها هي ديف، كنفتح القوس، كنسيليكسيوني التاريخ القديم اللي هو اليوم، اليوم غنفيكسيه حيت غنبقاو نقصوا منه دائما، نقطة فاصلة التاريخ الجديد هو فوقاش غيتقاضى الدوا إن شاء الله، نقطة فاصلة هنا ما بين كيامي شنو قال لك هنا الشهور كتعمل ام، صافي من نفس الشيء تساوي date diff غتفتح القوس، التاريخ اللي قديم هو اليوم، اليوم غنفيكسيوه، نقطة فاصلة التاريخ الجديد هو فوقاش غيتقاضى الدوا ما تفيكسيش طبعًا، نقطة فاصلة باش تحسب الفرق بالسنوات دونك ما بين كيما كتعمل إكس، دونك هذا الدوا باقي له 71 سنة وباقي له 540 شهر، سي بون؟ باش نكونوا كملنا لي فونكسيون ديال التواريخ والدات نزيدكم هادي بعض المرات كيكون عندك مثلا عيد الميلاد ديالك يعني خصك تعرف فوقاش خلقتي تاريخ الازدياد ديالك مثلا دابا هذا هو التاريخ الازدياد اللي عندي هنايا 16 5 2086 دابا انا خصني نعرف شمن نهار كان هذا واش الاثنين ولا الثلاثه ولا الاربعه كتعمل تساوي كتبع فونكسيون اسمها تكس كتفتح القوس كتسيليكسيوني التاريخ نقطه فاصله بما ان خصك النهار كتعمل ما بين كيومي جي صافي كيعطيكش من نهار خلقتي فيه فوندغودي مثلا اذا بغيتي الشهر غنعملو نفس الشيء غنعملو التكست غنفتح القوس غنسيليكسيوني التاريخ نقطه فاصله ما بين كيومي من ام يعني بالمو صافي إذا نكونوا شفنا لي فونكسيون ديال الدات اللي كيتستعملوا بزاف صافي يلا اللهم يسر.